المواطن والوطن، ولكن بالرغم من الجهودات التي قامت بها الجلاله من اجل الوحده الترابيه ومن اجل اعطاء واحد الزخم الدبلوماسيه المغربيه اللي كانت ناجحه بكل المقاييس، كانت انتكاسه لاعداء الوحده الوطنيه، كانت انتكاسه لكل من لا زال يؤمن بمبدا الانفصال، لا زال يؤمن بانه هناك من سيقوم بالتشويش على المملكه المغربيه، سواء من ناحيه الدبلوماسيه او من ناحيه ديال طلب الانفصال او طلب من هذا القبيل. اليوم كنلاحظوا بان المملكه المغربيه تمكنات من اخذ اعتراف من الولايات المتحده الامريكيه، وهذا في حد ذاته انجاز اللي كانوا كيقولوا بانه الدبلوماسيه المغربيه ما كايناش او الدبلوماسيه المغربيه غائبه. صاحب الجلاله كان دائما صمم الامان، كان دائما من يحافظ على التوازن داخل هذا الوطن، ولاحظنا بانه في الفتره الاخيره هناك من يزايد على هذه القرارات. القرارات كانت صائبه، قرارات في مصلحه الوطن، ولكن نرى بان هناك اطراف دائما تبحث على مطيه لاش المصالح ديالها الشخصيه، مطيه كذلك لتحقيق مصالح سياسيه او كذلك خلق نوع من الفتنه. نقول له نحن مع القرارات ديال صاحب الجلاله، نحن بكل جرأه مع التطبيع، لان التطبيع واحد الحاجه اللي كانت كاينه وموجوده ولا بد منها. ويعلم الجميع بان محمد الخامس رحمه الله كان من الملوك اللي حافظوا على الامن والامان ديال اليهود المغاربه، واليهود المغاربه الحمد لله الان كنعرفوا بانهم كان عندهم واحد الغالبيه داخل اسرائيل، وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال اننا ننساو هذه الفئه اللي عاشت بيناتنا، هذه الفئه اللي كتهضر بالدارجه، هذه الفئه اللي كتهضر بالشلحه، هذه الفئه اللي هنا بلد المنشأ والاخر بلد الاقامه، فلن ينسوا باي حال. احنا مع التعايش، احنا مع التعايش ديال المنشأ، احنا مع التعايش، السلم والسلام، احنا مع التعايش، احنا مع التعايش، والان احنا مع التعايش، احنا مع التعايش، احنا مع التعايش، احنا مع التعايش. والملك ملكنا، والصحراء صحراؤنا، 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 والملك ملكنا. احنا مع التعايش، احنا مع التعايش.